أهلا فيكم في بودكاست أعد برمجة عقلك المهني. البودكاست اللي نرتب فيه مشاعرك، علاقاتك، هويتك المهنية من الداخل للخارج. معاكم دكتورة أسرار بودال، قائدة الإنقاذ المهني. وهنا رح نشتغل مع بعض خطوة بخطوة على نسخة مهنية تحترم ذاتك وتعكس قيمتك. رددوها معايا قبل ما نبدأ. أنا في طريقي للارتقاء والمكانة بوفرة، هذه جملتي وهذا طريقي. اليوم حنتكلم عن موضوع جدا جدا شيق: كيف تحط حدود بلغة راقية بدون ما تحس بالذنب. كل مرة تعتذر فيها عن شيء مو غلطك، انت جالس تضعف صوتك الداخلي وتقلل من احترامك لذاتك. كم مرة قلت آسف إني أخذت وقتك، أعتذر إذا ضايقتك بس عندي ملاحظة، أنا آسف بس ما أقدر، آسف لو أزعجتك بطلب صغير. والمشكلة ما في شيء يستحق كل هذا الاعتذار. أنت ما أذيت أحد وما أخطأت، بس كنت تطلب حقك لكن بصيغة الاعتذار. وهذا الاعتذار الزايد ترى ما هو أدب بل قيود. لما يتحول الاعتذار من لغة احترام إلى أسلوب حياة يصير زي بطاقة المرور، تسمح لك تكون موجود. تعتذر عشان تطلب توضيح، تعتذر عشان تعتذر حتى لما الطرف الآخر هو اللي أخطأ. وهذا مو تواضع يا هو، هذا خوف مقنع، خوف من إنك تنفهم غلط، خوف من الرفض، خوف من إنك تحط حدود وترفض بسببها. ومن فين جانا هذا السلوك؟ الاعتذار المفرط غالبا جاي من بيئة تربوية ما تسمح تقول لا، من ثقافة عمل تخلط بين الاحترام والخضوع، تجارب سابقة تنفيها تأنيبك لما طالبت بحقك، خوف من خسارة علاقة مهنية أو شخصية كمان. وكل هذا يتبرمج على فكرة إذا بغيت شيء لازم أبرره وأعتذر وأخفف من نفسي كمان. الاحترام الواضح بدون اعتذار زائد. الاحترام المهني ما يحتاج اعتذار دائم، اللي يحتاجه هو وضوح، لباقة، وحدود ثابتة. خلينا نقول بعض المواقف. موقف رفض طلب إضافي، الاعتذار الزايد: آسف بس مشغول، لو مو مشكلة نأجلها يوم تاني. لكن الاحترام الواضح: شكرا لثقتك لكن وقتي الحالي مزدحم وما أقدر من إني أشتغل شغلانة تانية أو أضيف عليه مهمة تانية. موقف تاني: اتأخرت أو تأخر بسيط في الرد على إيميل أو واتس إيفر، أعتذر جدا على التأخير، فعلا أنا آسف. ليش؟ الاحترام الواضح: شكرا لصبرك، يسعدني الرد الآن. طلب توضيح: آسف بس ممكن أطلب توضيح ليش صار معايا كده؟ لا لا لا، الاحترام الواضح: هل ممكن توضح لي النقطة هذه؟ حابب أتأكد من الفهم الدقيق ليها. فلازم يا جماعة نفرق ما بين الاعتذار الزايد وما بين الاحترام الواضح. خلينا نعرف إنه الاعتذار الزايد والمفرط بيساوي غياب الحدود الواضحة.
زائد خوف غير معلن من خسارة العلاقات أو الفرص. مو كل آسف نية طيبة، أحيانا تكون عادة مزروعة من الطفولة أو بيئة سابقة ما كانت تعترف بحقك في قول لا، أو مدير سابق كان يرفض رفضك. خلينا نسمع قصة فهد. فهد مدير مشاريع ذكي ومنجز، لكن أغلب فريقه يطلبوا منه تعديلات خارج نطاق العمل أو أوقات متأخرة، وكل مرة يرد أعتذر بس انشغلت، بس أكيد أخلص اليوم حتى لو متأخر شوي. سألته ليش تعتذر؟ تأخرت لأن جدولك ممتلئ وكل شيء تحت سيطرتك، مو تقصير منك أنت. رد: ما أحب أزعل أحد، أحس لازم أعتذر عشان أحافظ على جو الفريق. لكن اللي صار، فهد صار شخص محبوب صدق لكن مستنزف، واللي حوله صاروا يتوقعوا أكثر وبدون احترام لا لوقته ولا لجهده ولا حتى كمان لصحته. اشتغلت معاه تمرين اسمه وين حدودك ووش تبريرك. طلبت من فهد يكتب 3 مواقف اعتذر فيها بدون حاجة واضحة، ويجاوب على كل موقف للأسئلة هذه ال3. ليش اعتذرت؟ هل كنت خايف من ردة فعل أحد؟ وش كان ممكن تقول بدل من الاعتذار؟ يختار جملة جديدة ويبدأ يستخدمها بدل أعتذر، مثل ما يناسبني هذا الوقت، خلينا نرتب غيره. الطلب هذا خارج نطاقي، ممكن نناقش ترتيب آخر، ما أقدر ألتزم بهذا الآن. بعد 2 أسبوع فهد أرسل لي رسالة، قال لي أنا ما توقعت كيف كلمة واحدة زي كلمة ما يناسبني تخليني أحس بثقة أكبر، وصرت ألاقي تقدير أكثر من اللي حولي واحترام حتى كمان لوقتي. الآن أبغاكم كلكم تجربوا التمرين هذا بنفسكم، وكرروا التمرين بشكل أسبوعي لحد ما يصير الاحترام هو لغتك الجديدة بدل التبرير. قولوا لي في الكومنتس تحت، هل أنتم بتعتذروا كثير؟ هل تحسوا أنه لازم تشرح نفسك حتى في أبسط المواقف؟ لو حابين تسمعوا أكتر أو تقروا أكتر، حتحصلوا المقالة تفصيلية عن هذه الحلقة في الموقع عندي www.asrarbodal.com. إذا وصلت لهذه النقطة ووصلك المقطع هذا فتراه ما جاك بالصدفة. يمكن الرسالة اليوم مو بس بودكاست، هي نقطة تحول لنسخة تحترم ذاتك فيها وتبني حدود بثقة. في الحلقة الجاية إن شاء الله بإذن الله راح نتكلم كيف نأسس نسخة ذهنية جديدة لبداية أعمق وأوضح وأنقى.